جرين برودكت، الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، ايه حكايه الجرين برودكتس دي؟ ده من المواضيع مهمه جدا دلوقتي في مجال الماركتنج، وعلى فكره في بابليك هيلث ومرتبط بمجالات مختلفه. الجرين برودكت ده، بس خلينا ندي definition الاول او التعريف. ده البرودكت اللي هو designed to have a minimal impact on the environment، يعني هو منتج بيتم تصميمه ان هو يبقى ليه تاثير ضئيل على البيئه، لانه اثناء عمليه التصنيع والانتاج محتمل يكون فيه تاثير سلبي، فبنحاول نقلله لاقصى قدر ممكن حفاظا على صحه افراد المجتمع والبيئه كمان. اوكي، كمثال زي recycled materials، عمليه اعاده التدوير للمنتج عشان يحصل له حاجه اسمها reuse، اعاده استخدام مره اخرى، بس طبعا بيتعمل processing وتريتمنت، يعني بيتعمل معالجه الاول عشان يبقى valid for usage، يبقى صالح للاستخدام مره ثانيه. طيب عمليه الريسايكلينج دي بتتعمل ليه، او اعاده التدوير بتتعمل ليه؟ تقليل الويست، النفايات، لان النفايات اكيد ليها تاثير ضار على البيئه وعلى حياه الفرد. والحاجه الثانيه علشان السكيرسيتي اوف ريسورسز، الموارد الخام او المواد الخام والموارد ساعات بتكون فيها ندره، فنوع من انواع انك just يعني conserve them for next generations، ان انت تحافظ عليهم للاجيال القادمه، ما تعملش dissipation او اهدار ليهم. فدي تاني حاجه. على فكره هقول لكم زي شوبينج باجز مثلا، حقائب التسوق كتير بيعملوا فيها عمليه الريسايكلينج دي انها تبقى ريسايكلد يعني. برضو من الاستراتيجيات للحفاظ على البيئه، على فكره المسمى التاني بيسموه حاجه اسمها environmentally friendly product كمان غير green product، اللي هو بيسموه environmentally friendly product، يعني منتج صديق للبيئه، او eco friendly product، لان eco دي derived from ecological، كلمه بيئي يعني. بيسموه كده كمان لان هو بيحاول يستخدم مواد طبيعيه natural materials or ingredients، يبعد عن حاجات الكيميكالز، المواد الكيميائيه اللي ممكن تبقى فيها toxicity يعني، او تعمل toxins او سموم في جسم الانسان فتعرضه لمشاكل صحيه مختلفه. فمثلا في الكليننج برودكتس، منتجات التنظيف بيحاولوا يخلوها دلوقتي الناتشرال، كتير منها تبقى مكوناتها طبيعيه عشان ما تاثرش بالذات على الريسبيراتوري سيستم، على الجهاز التنفسي للناس وعلى صحتهم بشكل عام. اوكي، من المسميات التانية بيسموا الجرين برودكتس كمان طبعا في sustainable products. sustainable بيسموها كده مستدامة، منتجات مستدامة، عشان ما يبقاش فيه depletion of resources، يعني مفيش استنزاف للموارد. بيسموها كمان eco conscious products. conscious، علاقة الوعي بالموضوع، مين اللي واعي ده؟ في طرفين، البيزنس بيكون واعي للفكرة اللي احنا اتكلمنا فيها، فكرة الحفاظ على البيئة وصحة الناس، فبيحاول دايما ان هو يكون ملتزم بالمعايير البيئية والصحية المختلفة اثناء عمليه التصنيع والانتاج. وكمان العميل يكون هو نفسه واعي، بيبقى عنده حاجه اسمها mindful choice او conscious selection، يعني هو يختار بوعي وادراك المنتج اللي هو يعني في حاجات ناتشرال طبيعي، هو ناتشرال طبيعي، او ريسايكلد ممكن يعاد استخدامه مره ثانيه. بيبقى عارف اني بيزنس او اني حد بيجيب منه منتج ان هو بيعمله سبورت، بيدعم بيزنس معين ملتزم بهذه المعايير، وبيحاول يحافظ على البيئه وبيحاول يدعم البيئه. لانه كمان البيزنس دلوقتي بتحاول تقلل البوليوشن، لان ليتلي بدأوا يشوفوا ان البوليوشن ممكن يكون ليه تاثير كبير في حته كلايمت تشينج، يعني التغير المناخي، حتى في هاي تمبريتشر، يعني ارتفاع درجات الحراره. فاحنا كده شفنا التاثير السلبي بيبقى عامل ازاي. جزء تاني مرتبط بالenvironmentally friendly products، انك تعمل البرودكتس او منتجات تبقى durable، يعني فكرة الديورابيلتي انها تبقى فيها صامدة شوية، يعني يبقى ليها long life span، عمرها طويل، مش العميل مجرد ما يشتريها فتبوظ معاه في فترة زمنية قصيرة فيضطر يشتريها مرة تانية، فالشركة هتصنعها تاني، فده استهلاك للموارد، وبعد كده يستهلكها فتبوظ منه، فالنفايات تزيد او الويست يعني، فيبقى احنا عملنا ايه؟ ما احنا كده استهلكنا موارد تاني وزودنا في النفايات تاني. فدايما يقول للبيزنس حاول خلي ان عمر المنتج يكون طويل مش قصير، عشان ما يستهلكش فترة زمنية قصيرة. ده كده بريفلي موضوع الجرين برودكتس. بس شكرا.